السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقيكم من جديد على قناة شين أذواق. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم ونقترح لكم أعزائي الأوفياء أوفياء لقناة عالم أذواق، وحتى إلا كنتي أول مرة كتزور القناة كنقول لك مرحبا وألف مرحبا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش هكذا يوصلك دائما الجديد ديالي. غادي نشارك معكم طريقتي في تعمار الحوت بالروز والخضره وكذلك الجبن اللي كيجي لذيذ بواحد الطريقه غزاله بزاف، وكندخلو الفران. وجبه صحيه ومتكامله ومتنوعه، وجبه مشكله من الخضر والحوت والروز. بغيتو تعرفوا على باقي التفاصيل بقاو معايا، كملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي واحد الحوته اللي غسلتها مزيان ونقيتها من القشور ديالها وعدت لها هاد الفتوحات بحال هكا. مهم اي حوت بغيتو استعملوه. انا استعملت هاد النوعيه ديال هاد الحوت هذا اللي حتى هو كيجي ممتاز في الفرن. وهنا عندي المكونات اللي غادي نعمر بها الحوت. اول حاجه كنسلق الروز، اي روز بغيتو. عندي فلافل حاره وكذلك الثوم. عندي نوعيه من الزيتون هنا بالهريسه وهنا بدون هريسه، زيتون اخضر. وبالنسبه للخضر هنا عندي 2 الحبات من الجزر اللي نقيتهم، كذلك 2 الحبات ديال البطاطس، وعندي الحامض، عندي فلافل الوان، عندي هاد الورقه ديال الرند او ورقه سيدنا موسى، كذلك عندي قزبر ومعدنوس طري، عندي طماطم، عندي جبن هنا غنستعملو مع الخضر والرز. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نعمرو بها الحوته ديالنا. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. اول حاجه اللي غنوجد هي الشرموله او التشرميله اللي غنشرملو بها الحوته. كناخذ واحد الاناء اللي كنوضع فيه قزبر ومعدنوس طري بعد ما قطعتهم، وكذلك غادي نحك فيه 2 الفصوص ديال الثوم. ومن بعد غادي نبدا نضيف التوابل او العطريه ديال الحوت اللي معروفه عند الجميع. بعد ما غنكمل نضيف ملعقه صغيره ديال الكمون، كذلك ملعقه صغيره ديال التحميره او بابريكا، نصف ملعقه من الابزار، نصف ملعقه من الكركم او الخرقوم، وكذلك ملعقه ديال الملح. وغادي نعصر حامضه. هنا درت هاد النصف هكذا، قطعت بهذا الشكل وبديت كنعصر غير بالسكين بهذا الشكل. وغادي نزيد النصف الاخر ديال الحامض. يعني هنا شوفوا الحامض الا كان فيه كميه الماء بزاف خذوا غير نص، انا خديت حامضه صغيره. صافي هنا بعد ما عصرت الحامض غادي نضيف القليل من الماء، واحد ربع كأس من الماء. صافي غادي نخلط الكل. وهذه هي الشرموله او التتبيله اللي غادي نشرملو بها الحوته ديالنا. وصافي ناخذ الحوت ديالنا، غنجيب هذا الاناء اللي غادي ندخلو الفرن، غنوضع فيه قليل من الزيت، وغنجيب الشرموله اللي غادي نشرمل بها الحوته بالكامل من الداخل ومن هاد الفتوحات هادو حتى تلبس بهاد الشرموله، تشرمل مزيان يعني وتدخل لها الخليط ديال هاد التوابل بهذا الشكل. صافي بعد ما شرملنا الحوته بهذا الشكل باش تدخل لها هذيك العطريه مزيان، غادي ندوز ناخذ واحد الهاشوار دابا اللي غادي ندير فيها الشرموله او لاصوص المرافقه لهاد الحوت هذا. كنت شاركتها معكم. كنوضع فيه الفلافل كذلك الطماطم. هنا عندي فلافل حمراء وخضراء والطماطم، واحد الكميه ديال القزبر معدنوس، نحيدو هاد العويدات، وكذلك كميه من الثوم. صافي ونطحنوها. هنا بعد ما طحنا الخليط ديال الطماطم مع الفلافل غنضيف ليه العطريه دابا، ملعقه صغيره من الملح، وكذلك نصف ملعقه من الابزار، ملعقه صغيره من التحميره، ملعقه صغيره من الكركم، وكذلك ملعقه صغيره من الكمون. وصافي غادي نخلط الكل مزيان، وغادي نضيف واحد الوريقه ديال الرند او سيدنا موسى. وهذه هي لاصوص اللي غادي نرافقوا بها الحوته ديالنا. ودابا غادي نضيف هاد لاصوص مرافقه لهاد الحوته هكذا في الجوانب بهذا الشكل، ونديروها حتى من فوق الحوت. وغادي نخلي واحد الكميه باش هكذا نرافقها مع الخضر او نضيفها للخضر اللي غنرافقوا بها الحوت.
وهنا راني قطعت هذا الخضر بشكل رقيق باش ما نطولش الفيديو. قطعت الجزر والبطاطس وكذلك الفلافل الالوان. غنجيب هذا الاناء اللي غادي نوضعهم هنا خضر ما سلقتهاش، راه غير مقطعه بشكل رقيق. غنضيف عليها الرز، وهذه هي العماره اللي غادي نعمروا بها الحوت. داكشي علاش قطعت الخضر بشكل رقيق. وصافي هنا غادي نضيف شويه من الشرموله اللي كنت خليتها، وغادي نخلط الكل مزيان. وكذلك غنضيف شويه ديال الملح لان هنا الخضر عندي مسوسه. غنزيد شويه ديال الملح، غير شي شويه صافي. وغادي نضيف قطع ديال الجبن لهاد الخضره والرز باش يتنسموا. صراحه كيجي هذا الرز والخضره معلكين وسط الحوت بهذا الفرماج هذا. يعني اي نوعيه ديال الفرماج بغيتو ديروا. استعملت هذا المربع عفوا ديال الساندويتشات. صافي هنا استعملت 4 القطع، وغادي نخلط الكل مزيان بهذا الشكل. وهذه هي العماره اللي غادي نعمر بها الحوت ديالي. صافي هنا بعد ما عمرت السمكه او الحوته بهذا الشكل غادي نخيطها باش هكذا ما يخرجش هاد العماره، ما تخرجش على برا، تبقى لداخل وطيب بشكل زوين. حتى الخضره كطيب كانها مطيبه على البخار. صراحه راه كتجي زوينه. وهنا راني سلقت باقي الخضر، يعني ما تبقى من هذيك الخضره راني سلقتها ووجدتها، بطاطا والجزر وكذلك الفلافل. غنضيف عليها ما تبقى من هاد لاصوص اللي خليت، وغنضيف عليها كذلك الزيتون بالهريسه. صافي غادي نخلط الكل وغادي نوضعهم في الطاوه مرافقين لهذا الحوت هذا اللي غادي ندخلو الفران. وهذا شكل الحوت بعد ما خرجته من الفران. هنا باقي ساخن، كيوجد على هذا الشكل. بالنسبه للخضر كطيب مزيان وما كيبقاش فيها حتى قطره ديال الماء. صافي هنا غندوزو باش نقدموها في طبق التقديم. وصافي هذا هو شكل الحوت بعد ما نزلته في طبق التقديم بهذا الشكل. يعني الخضر حطيتها بوحدها على هذا الشكل، وكذلك الرز. شوفوا الشكل ديالو كيف داير مع الخضر. صراحه راه كيجي منسم زوين بالفرماج، كيجي واحد المذاق خطير بزاف. كنتمنىكم تجربوه، كيجي لذيذ اللي ما تشبعوش منه. هنا غنحيدو هذاك الخويط، صافي كيتحيد بسهوله بهذا الشكل باش نوريكم شكل الحوت من الداخل. حتى الروز كيجي معلك مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، وهذا هو شكل الحوت بعد ما خرجته من الفران. كنقدمه على هذا الشكل. كنتمنى التقديم يعجبكم وتعجبكم طريقتي في تعمار هذا الحوت هذا. صراحه راه لذيذ، غير جربوه غادي يعجبكم بزاف. ودابا مبقى ليا غير نقول لكم بسلامه، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. نتلاقاو دائما في الجديد ديالي. دمتم في رعايه الله.